فتاة أحلام جيل التمانينات، واحدة من أشهر الفنانات في تاريخ السينما، وتميزت بأدائها الفني الرائع وقدرت تكسب حب الجمهور. الفنانة إيمان الطوخي هي بنت الفنان محمد الطوخي، مطربة وممثلة من مواليد 11 يناير سنة 1958. اتخرجت من قسم الإذاعة والتلفزيون وكلية الإعلام سنة 1980، وشاركت كممثلة في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، وقدمت للسينما بيت الكوامل، الحكم آخر الجلسة، دماء على الأسفلت. وشاركت في مسلسلات زي رأفت الهجان، بوابة الحلواني، تحت ظلال السيوف. وفي مجال الموسيقى أصدرت عدة ألبومات غنائية زي يا قمر يا منور، ابتسم لي، النظرة الأولى. واعتزلت الفن سنة 2002، ورجعت مرة تانية بعد كده اعتزلت نهائيا في 2003. ومن أشهر أغانيها يا عيون يا مغرباني، النظرة الأولى، يا بنتي ياللي حمامك طار. واعتزالها للفن جه في قمة نجاحها لعدم شعورها بالراحة في مجال الفن، وما اتجوزتش طول حياتها، لكنها اتخطبت مرتين. الخطوبة الأولى ليها كانت من المخرج المسرحي فؤاد عبد الحي اللي اتعرفت عليه في مسرح الجامعة، والتانية من الملحن محمد ضياء، وارتبطت بيه لمدة 3 سنين بعد ما تعاونوا مع بعض في ألبوم النظرة الأولى. وأشار ضياء في حوار صحفي إن الفنان الراحل أحمد زكي كان معجب بالفنانة إيمان الطوخي وعرض عليها الجواز لكنها رفضت، وأكد إن اعتزالها الفن كان أمر متوقع، لأن كان للفنانة إيمان الطوخي طبيعة مختلفة عن مطربات جيلها، وما قدرتش تساير الوسط الفني. وقدمت 9 أعمال درامية، وآخر أفلام إيمان الطوخي قبل قرار اعتزالها كان آخر ليالي الشتاء سنة 1996، وبوابة الحلواني اللي شهد آخر ظهور ليها في مجال التمثيل سنة 1997. وبعد كده في 2001 قررت الاعتزال، وفي 2002 رجعت مرة تانية لكن لفترة صغيرة، وأنهت إيمان الطوخي رحلتها الفنية اللي كانت قصيرة جدا. أما عن مسيرتها في عالم الغنى، فتميزت إيمان الطوخي بصوت دافي استطاعت من خلاله إنها تنال شهرة كبيرة، وقدمت في مشوارها الفني العديد من الأعمال الناجحة اللي خلتها واحدة من أبرز نجمات التمانينات والتسعينات من القرن الماضي. وأغنية من النظرة الأولى واحدة من أبرز الأغاني الصادرة في فترة التسعينات، وحققت نجاح كبير في ألبوم صدر سنة 1992، وضم ألبوم النظرة الأولى 8 أغاني. وبرضه اتميزت إيمان الطوخي في تقديمها لمسلسل للأطفال بعنوان كوكي كاك سنة 1987 من تأليف وإخراج شوقي حجاب، وشارك في بطولته محمود الجندي وعهد صادق وإنجيل أرام. ودارت أحداث المسلسل في إطار غنائي استعراضي كان بيهدف لتوصيل معلومات مفيدة للأطفال. أما دورها إستر بولونسكي اللي جسدته إيمان الطوخي في مسلسل رأفت الهجان، واحد من أبرز أدوارها التمثيلية الجادة. والمسلسل الشهير كان من بطولة محمود عبد العزيز ومن تأليف صالح مرسي وإخراج يحيى العالمي. والشاعر عماد حسن كشف سبب اعتزال الفنانة إيمان الطوخي، وقال إنها كانت شديدة الحساسية ونفسيتها زجاجية، إذا لمستها تنجرح مع رقي شديد، وما خطرش في بالنا إنها تعتزل، خصوصا إنها كانت في عز مجدها وشهرتها.